ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل برضو الفطار من حاجات كنا مفرزينها. معايا سمبوسك ومعايا بسله. ومعايا الطماطم برضو، كنت مفرزوها. بجد الحاجات دي نفعت جدا وسهلت عليا حاجات كتير قوي، والبصل طبعا كنت محضراه معاكم برضو. هنبدأ بقى نشتغل يعني بكل سهولة بقى، والموضوع ايه ما بياخدش وقت معانا خالص لما بنجهز الحاجة زي ما قلت لكم. بتلاقوا الموضوع سهل جدا يعني. بصوا بقى انا البسله بعملها ازاي. يعني بسلقها الاول. بسلقها وبعد كده ايه ما برميش الميه بتاعتها، يعني هي نضيفه طبعا. فانا بسلقها وبعدين بنزلها على الصلصه بتاعتها اللي هي ايه بقى، اللي هنعملها لها دلوقتي. لما بتتسلق بتلاقوا بقى الطماطم بتاعتها ما بتبيضش او بتفتحش يعني. بتفضل بقى ايه يعني، لونها احمر كده وحلوه. لكن لما بنقعد نغلي فيها ونسويها بقى في الصلصه، بتلاقوا الصلصه بقت فاتحه كده لا، لونها مش بيبقى حلو قوي. ولما بتتسلق لوحدها بتلاقيها سرعت معانا الموضوع. ولو لسه هنسبك طبعا الصلصه، يعني قبل الصلصه ما تتسبك تكون البسله اتسلقت يعني. فالموضوع بيبقى ايه يعني اسرع واسهل يعني. والبسله شفتوها بقى خضرة وحلوه ازاي، يعني ما لونها ما اتغيرش ولا حاجه، مع اننا شايلينها زي ما هي. يا دوب فرطناها وحطينا الجزر عليها بس، وغسلتها وصفيتها وحطيتها في الاكياس ايه. هو ده تفريزي في البسله. بجد بتبقى تحفه يعني، وبتفضل على لونها الاخضر الحلو. معايا ايه بقى؟ مكعبين زبده كده او زيت يعني براحتنا بقى. هحمر البصل بتاع البسله. يعني البصل عندي جاهز بقى، يعني بجد عايزه اقول لكم البصل ده فكرة بجد تحفة، يعني بجد المفروض تعملوها كلكم. هتسهل عليكم كتير قوي. بدل بقى بنقعد نقطع البصل وكده، وموضوع البصل ده بيبقى صعب شوية. فهو جاهز. بصوا كسرنا حتة اهي اللي احنا محتاجينها، وهندخل التاني على طول الفريزر. بس هتفك بقى بكل سهولة يعني ونحمرها. كنت بعمل ايه هنا؟ لسان العصفور. وان شاء الله برضو هحمر لسان العصفور كلها اللي موجودة عندي، برضو هتسهل عليا. يعني انا لو حمرتها قبل كده كانت هتسهل، يعني كنا ناخد معلقتين ثلاثة منها وخلاص. لكن انا هحمر برضو، يعني هعمل معاكم شوربة لسان العصفور. عايزه اقول لكم بتبقى تحفة بقى في رمضان، يعني بحب افطر عليها كده، بتبقى حلوة قوي. برضو بحط مكعب زبدة وزيت. بس فكه كده، وهنزل بقى ايه بلسان العصفور. بس هفضل اقلب فيها عشان ما تبقاش لونها ايه واحدة وواحدة كده. لا، نقلب فيها يبقى ايدينا فيها كده على طول. يعني احنا مثلا لو عندنا لسان عصفور مثلا الكيلو اللي بنحتاجه في الشهر كله يعتبر، مش بنحتاج لسان عصفور كتير لانها بتزيد. كنا نحمره برضو هيسهل علينا، يعني هنقلب تقليبة واحدة، فالموضوع ايه هيبقى سهل يعني. فانا ان شاء الله هحمر برضو لسان العصفور، هتسهل عليا. آه، يعني هاخد منها كده من البرطمان وما بيحصلهاش حاجة خالص، يعني بتبقى بجد تحفة. يعني انا بعملها على طول، بس رمضان بقى ايه يعني، لاني كنت بعمل حاجات كتيرة قوي الايام اللي فاتت دي. فما عملتش بقى لسان العصفور، والشعرية برضو بعملها. بصوا البصل بدأ يفك اهو. يعني موضوع سهل والله، ما خدش وقت معايا خالص بقى الفطار. لان الحاجة كلها تعتبر جاهزة. يعني لا طماطم بقى هنقطع بقى ونضرب طماطم ومش عارف ايه، لا جاهزة عندنا يا دوب ايه. طلعناها تفك شوية، او ممكن ما تفكش اصلا، يعني هننزلها على البصل هي هتفك مع نفسها كده ايه. فهيبقى عادي يعني، هتفك بسهولة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده لسان العصفور ايديا فيها بقلبها. بصوا بالطريقة دي بقى، بجيبها كده ايه من الجناب، واجيب من تحت لفوق كده عشان ايه تبقى كلها لون واحد. وبحب اغمقها شوية عشان لما بننزل عليها بالشوربة بتفتح شوية. فلما بتبقى غامقة بتدي بقى ايه، والشوربة تنزل عليها تفتح شوية، فبتبقى لونها حلو. غير بقى لما هي بتبقى فاتحة مش محمرينها كويس يعني، والشوربة تنزل عليها، فلا بتلاقوها ايه فتحت قوي. هحط معلقة مرقة. يعني انا عندي مرقة اللي هي السايبة ديت حلوة قوي برضو. غير المكعبات يعني.
المكعبات برضو بتبقى حلوة، لكن دي سايبة دي يعني ايه، بحط بقى براحتي يعني، حبة صغيرة كده يعني. اللي هي البودر دي تحفة برضو. بس يعني فضلها شوية كده وانزل عليها بقى ايه بالشوربة، او لو مش حابين شوربة يعني مش بتبقاش تقيلة، ممكن نعملها بالمية عادي جدا، والمرقة بتدي طعم. بس بتغلي غلوة واحدة بس، وبعد كده بطفي عليها اول ما انزل يعني بالشوربة عليها، تغلي غلوة وبطفي عليها على طول. نحط لها فلفل اسود، عشان لو سبتها تغلي كتير هتلاقوها ايه نشفت، يعني لسان العصفور بالذات لما بتغلي كتير في الشوربة بتلاقوها لا مش بتستوي، لا دي هي بتنشف اكتر. فاحنا لما بنغليها غلوة ونطفي عليها بتلاقوها بقى خلاص بقت تستوي وتبقى حلوة جدا. وبعد كده نبدأ بقى ايه نزودها تاني، يعني المية اللي انا بزودها لها دي هي هتشربها لان هي مش مستوية. فما نيجي نقدمها بقى هزودها بقى شوربة تاني او مية، واشوف الملح بتاعها. وبعد كده بقى ايه اغليها غلوة كده او اسخنها، بتبقى تحفة بقى بالطريقة دي. غير كده يعني لما بنقعد نغلي فيها لحد عشان تستوي، لا مش بتستوي، مش بيبقى طعمها حلو، بتلاقوها ناشفة برضو شوية. بصوا البصل اهو بدأ يفك، بس هحمره يبقى لونه ذهبي كده، وانزل بقى ايه بالطماطم، بصلصة الطماطم بقى. يعني الطماطم دي متسبكة، يعني هتغلي غلوة كده ولا حاجة، لان هي اصلا متسبكة، بس عشان البصلاية برضو ايه تستوي شوية. خلاص بصوا انا هطفي على لسان العصفور كده. بجد شوية شوربة بقى بيبقوا تحفة في الأيام دي، الصيام كمان برضو جو يعني برضو ساقعة شوية، فبنبقى عايزين حاجة تدفي كده المعدة بقى ايه، غير بقى ما ندخل على الأكل وكده. فلا لسان العصفور بجد من الحاجات الحلوة. هي الشوربات عامة يعني بتبقى تحفة، ولو خضار بقى كوسة الحاجات دي بجد بتبقى جميلة. بصوا الطماطم بقى هنزل كده بيها، ولو بقى احنا الطماطم عصرينها برضو هنعصر طماطم ونصفيها بس، وننزل على البصل يعني طريقة عادية جدا. بس هسيبها بقى تفك، هغطي عليها واسيبها تفك، وبعد كده احط لها ملح والفلفل الاسود برضو. يعني انا مسبكاها بملح بس برضو ايه، يعني بحط لها ايه معلقة صغيرة كده. ده كان ايه الرز. اه بصوا الرز يعني بالطريقة العادية بقى، يعني مثلا لو عاملة كوبايتين رز، لان ده رز مصري، بحط عليهم كوبايتين مية، كوبايتين رز عليهم كوبايتين مية. واحط الملح والزيت والزبدة او السمنة. بصوا بقى احط ورق لوري وواحدة من الحبهان كده او واحدتين، عايزة اقول لكم بيدي للرز طعم وريحة تحفة بجد. وبيبقوا على الوش كده بتاع الحلة فبنشيلهم بسهولة يعني. بجد يعني جربوا حتة الورق اللوري والحبهان مع الرز الابيض العادي كده خالص، بيبقى طعمه حلو قوي. بصوا البسلة بتغلي اهي، اول بقى ما تستوي تكون اصلا الصلصة اتسبكت. لو احنا لسه اصلا يعني صلصة بنعملها بنسبكها من الاول خالص، لكن انا هي اصلا الصلصة متسبكة، انا سبتها تغلي غلوتين كده عشان بس البصل يستوي. وبس يعني هنزلهم على بعض بقى ويغلوا مع بعض كده والدنيا تبقى حلوة بقى. بصوا والله البسلة تحفة يعني، خضرة وجميلة. يعني هي ما قعدتش برضو وقت كبير في الفريزر، بس لو قعدت اكتر من كده هتلاقوها بنفس الشكل. غير بقى نعملها على البخار ننزلها في مية بتغلي ونطلعها على طول، لا هي البسلة لا تفريزها والله زي ما هي كده. بصوا اهو عملنا بسلة بكل سهولة، وحطيناها بميتها برضو البسلة عشان الفوائد بتاعتها برضو ما تروحش مننا، يعني مش هنصفي البسلة وكده، لا هنسيبها في ميتها، هي نضيفة اصلا، فبنسيبها زي ما هي يعني. حطيت ملح وفلفل اسود والمرقة. المرقة بتدي طعم حلو قوي للاكل، بالذات البودر دي، يعني لو رشة صغيرة كده بتدي طعم حلو. نحط بقى ملح، خلاص بقى، واغطي عليها تغلي شوية ويبقى خلاص كده، يعني كل حاجة مستوية والصلصة اصلا متسبكة. يعني بص والله لما بنجهز الحاجة بجد بتنفعنا جامد قوي، يعني مش عشان رمضان برضو بس، يعني في الايام العادية لما نبقى فاضيين كده نجهز لنا شوية حاجات يسعفونا كده، مش عشان ما يبقاش طول الوقت واقفين في المطبخ وكده. دي سمبوسة كنت برضو مفرزاها، الفيديو بتاعها هينزل لكم ان شاء الله. دي سمبوسك لحمة
انا عملت حشوتين كده حلوين هيعجبوكم برضو، هنزلهم لكم. بص انا هحمرها برضو في الاير فراير، بجد تحميرها حلوة قوي. بس انا بعلي الحرارة عشان ايه، السمبوسك مش بتبقى عايزة يعني تستوي ولا حاجة، فانا بعلي الحرارة عشان يعني تتحمر بسرعة ما تنشفش قوي. انا هعطيها كده ايه يعني رشة زيت بس، هتتحمر مش هتكمل حاجة وهتلاقيها اتحمرت. معايا مية بتغلي على النار اهي. هنزل بقى باللحمة. يعني بص انا عامله اهي اللحمه عاملاها مسلوقه عادي بعيد عن الخضار خالص، يعني لو مش عايزين نعمل لحمه او اي حاجه الخضار لوحده يكفي، يعني بيبقى طعمه تحفه ومفيد جدا، فمش ممكن مش لازم يعني مع الرز وشويه الحاجات بقى اللي بنعملها يعني جنب الاكل، مخللات والحاجات دي، بجد الموضوع بيبقى حلو. والسمبوسه بصوا تحفه اهي اتحمرت وبقت لونها حلو قوي. كده خلصنا لسان العصفور، بصوا لونها جميل، والبسله طبعا. واللحمة هي استوت برضو، والسمبوسك بجد هي اللي حلوة يعني، بجد هي ولسان العصفور يعني كفاية، ده يبقى فطار يبقى تحفة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة بجد اللي بتشجعني. وكل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.